الأقرب بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من المشجعين والعشاق. برشلونة والريال خرجوا من دور الأبطال. برشلونة والريال بمرحلة حساسة من الموسم، تقريبا ما تبقى شيء، الموسم انتهى. دوري الأبطال خرج منه برشلونة وخرج منه ريال مدريد، كأس الملك خرج منه برشلونة وخرج منه ريال مدريد، بقي الدوري الإسباني فقط. طبعا نسبة كبيرة كلنا بنعرف أنه الدوري حسم، أو خلينا نقول شبه حسم لبرشلونة. الفارق أصبح 9 نقاط، والتعويض بالنسبة للريال هو شيء مستحيل في ظل الظروف اللي بيعاني منها الفريق، أو خلينا نقول في ظل التخبطات اللي بيعيشها أربيلو. مرة تلاقي فوق مع فريق كبير ومرة تلاقي تحت مع فريق متوسط. أما بالنسبة لبرشلونة، الخروج من الأبطال هو أمر مؤلم. ليش؟ لأنه في ظل المشروع اللي بيعيشه فليك اليوم مع برشلونة ومع الشباب الموجودين في الفريق، رغم أنه اليوم وصل لربع نهائي، وكان خروجه يعني فيك تقول بسبب حالات جدلية بالتحكيم، ولكن هو اليوم بعيد كل البعد في الترتيب بالدوري، وقريب جدا من تحقيق اللقب الثاني على التوالي، وهو شيء بالنسبة لظروف الفريق، بالنسبة الأندية المنافسة معه في الدوري الإسباني هو شيء كبير وإعجازي ويحترم عليه. طبعا لا ننسى أنه أتلتيكو مدريد اللي خرج برشلونة من بطولة كأس ملك إسبانيا وبطولة دوري أبطال أوروبا هو نفسه اللي بينافسه على الدوري الإسباني، وريال مدريد اللي بيضم معه أغلى وأفضل لاعبين العالم في مراكزهم أيضا بينافسوا على الدوري الإسباني. ومع ذلك فليك محافظ على عقليته الانتصارية اللي ما بيقبل فيها بالهزيمة أو الفشل أو السقوط الغير مبرر. لذلك الأقرب بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من المشجعين والعشاق بالنسبة لريال مدريد أو بالنسبة لبرشلونة متأكدين بنسبة كبيرة أنه الليغا ستنتهي في كاتالونيا. طبعا هذا رأيي، مستني رأيكم تحت في التعليقات. حط لي لايك للفيديو، لا تنسى أنه اشتراكك بالقناة مهم، فعل زر الجرس وشير المقطع على رفقاتك. بكبر فيكم وشكرا.